هو أنا متعلق بيها ليه قوي كده؟ ساعات انت لما بتتعرف على حد، خصوصا لو انت ما تعرفش على حد كتير، ما عندكش خبرات، علاقات كتيرة، وسنك يمكن صغير شوية، هتلاقي ان انت لو دخلت علاقة والعلاقة دي مريحة بالنسبة لك، هتلاقيك ابتديت تتعلق. وتتعلق هنا دي مهمة قوي، وتحط تحتيها 100,000 خط، اللي هي ايه؟ التعلق هنا مش ان انت بتتعلق بالشخص، انت بتتعلق بالاحاسيس. يعني انا قابلت حد اداني كل الاحاسيس اللي انا كان نفسي فيها. واحده حسيتني ان انا راجل، واحده حسيتني ان انا مهم، واحده حسيتني ان انا مالي عينيها، واحده حسيتني ان انا شايل مسؤوليتها، وان هي بتاخد رايي في حاجات حياتها، تفاصيل حياتها الكبيره والصغيره. واحده بتعمل حسابي وبتخاف على زعلي. بس الاحاسيس دي كلها بتتراكم مع بعض، بتحس ايه ده؟ هو انا ما كنتش بحس الاحاسيس دي قبل كده ليه؟ ده كان نفسي يشوفوني في البيت ولا يشوفوني في الشغل ان انا حد مسؤول، ده هي شايفاني مسؤول. ده انا كان نفسي في البيت يشوفوني، او في عيلتي او اصحابي يشوفوني ان انا جدع وراجل، او ان انا حد وسيم، او انا حد ممكن تبقى واحده عايزه تعجب بيا وترتبط بيا وكده. ده هي ادتني الاحساس ده. فالاحاسيس دي مع الوقت وتراكمها وكل شويه تحس بيها، ونزولة بعد نزولة ومكالمة بعد مكالمة، مع الوقت شهر شهرين ثلاثة، تلاقي نفسك فجأة بقى الإحساس ده بالنسبة لك زي كده الإدمان. أنا متعلق قوي بيها، فحس إن أنا مدمن للإحساس اللي هو إيه، بتاع اللي هو يسمى حب. بس هو هنا أنت مش حاببها هي، أو أنت مش حاباه هو، أنت حابة الإحساس اللي بتبقى أنت بتحس بيه، أو اللي أنت بتحس بيه وأنت معاه، أو أنت معاه. طيب، هل ده طبيعي؟ ده طبيعي. ليه؟ لان انت لما تبقى حياتك ستيبل او حياتك طبيعيه وما فيهاش علاقات كتيره، مجرد ما حد بيجي لك ويدي لك كده اوفرلود احاسيس ومشاعر، انت بتحس ايه ده؟ هو انا بقيت عايش. انا كنت متعايش زمان، كنت الدنيا ماشيه وخلاص، وما كنتش عايش، ما كنتش حاسس الاحاسيس دي. طب انا لما حسيتها دلوقتي، انا مش عايزها تروح مني، لان انا عمري ما حسيتها قبل كده. فبقى هتبتدي تتبني كده زي حرب جواك في التعلق، ان انا عايز اقابل الشخص ده، انا عايز اقابلها، انا عايز اقابله. ومجرد ما اقابله ارتاح وابتدي احس الاحاسيس، ومجرد ما يبعد عني ابتدي اتضايق واحس. ولو هو كمان بعد عني او هي بعدت عني، لان ده طبيعي ان هو يبعد عني عشان شغل، عشان سفر، عشان مشغول، عشان اي حاجه، هتلاقيه ابتدي تتضايق منه. والمضايقه هنا برضو مش منه هو المضايقه منه ان انت حاسس او انت حاسه ان انا عندي نقص في المشاعر دي، بعد ما اديها لي واتبسطت بيها انا مش عارف اخدها تاني، مش عارف احس بيها. والحرب دي لو فضلت كتير، الواحد هيلاقي نفسه ايه بقى؟ متعلق زياده بالشخص. ليه؟ لان انا ممكن اكون بحب واتعلق، لكن ما ينفعش ابقى متعلق بس، وما ينفعش ان انا ادمن التعلق. يعني في مراحل اتعرفت على حد، في مراحل ان انا اتراكتد ليه، اعجبت بيه بصفاته بطريقته بلبسه بوات ايفر، وبعد كده ابتديت ان انا لما اقعد معاه اتعودت عليه، فابتديت اتعود عليه، فابتديت اتعلق بيه. وبعد ما اتعلقت بيه، هنا النقطه، ابتديت بقى اتعلق بيه خالص، وابتديت ان انا انسى حياتي خالص، وابتديت ان انا احس ان الاحاسيس اللي انا مش حاسسها دي، لا اسيب كل حاجه واروح له عشان احس بيها، ولا ان انا ايه اهدى وابقى فاهم ان انا لا انا بحبه، او انا بحبها، وانا في مشاعر انا حاسس بيها وكل حاجه. بس المشاعر دي ممكن تيجي من حتت تانية كمان. لو انا بنجح في شغلي، او انت بتنجحي في شغلك، في دراستك، في رياضتك، في اي حاجه بتعمليها مع اصحابك، الاحاسيس اللي اديها لك دي في ناس تانية بتديها لك، او في ناس تانية هتديها لك، عشان الواحد يقدر يتعامل مع التعلق. لان هو حبيت او ما حبيتش، هو بيجي في العلاقات، ان الواحد بيحط لنفسه خط واضح وهو داخل اي علاقه او وهو جوه اي علاقه، ان الحب اوكي ما فيهوش مشكله، التعلق كمان ان انا اتعودت على حد وجد اتعلق بيه، بالكلمه اتعلق بيه يعني بقى جزء من حياتي، وبقى عايز احكي له واقول له ويقول لي ونخرج مع بعض وكل الكلام ده. بس في وقت معين لا، ما انا ليا حياه، لخصت حياتي كلها على الشخص ده عشان هو بيديني الاحاسيس دي. يوم ما الشخص ده يتضايق مني او يزعل مني او يسيبني، انا حياتي كلها تتدمر، لان ما بقاش في حياه اساسا لما انا اتعلقت بس بيه وحطيت محور حياتي الشخص ده اللي بيديني كل المشاعر والاحاسيس اللي انا عايزها. فالواحد يحب، الواحد يتعلق عادي، بس التعلق هنا ان هو جزء من حياتي لكن مش حياتي كلها. وفي وسط الحياة اللي هو جزء منها، ان انا بعمل كذا حاجة في حياتي مش العلاقة بس، تحسسني بكل بالاحترام، بالتقدير، بالنجاح، بالتفوق، بالحب، بالاحتواء، عشان الحياة تبقى مليانة مش فاضية.